وببركة ذلك القيام الفاطمي المخلص لله تبارك وتعالى تعززت مسيرة نصرة الدين وإقامة أحكامه ورفض الظلم والفساد والانحراف، وسار على خطاها المؤمنون الصادقون، فلا تقصروا في الالتحاق بهذا الركب المبارك وعدم ادخار أي جهد عن نصرة الدين وأهله. وهنا يحثنا أمير المؤمنين عليه السلام على بذل كل الجهود في هذه المجالات المتنوعة، كل بحسبه وبحسب قدرته وإمكانياته ومؤهلاته. قال عليه السلام: أسكروا عيونكم وأضمروا بطونكم واستعملوا